سيف لم يشعر بالإحباط، فانهيار المبنى بالكامل قبل أن يكمله لم يكن فشلاً لسيف، لكن كان جزءاً من اللعبة، لا أكثر ولا أقل. ففي كل مرة كان المبنى يسقط كانت تتبعها لحظة الآه، كان الصوت ينطلق من داخل سيف ويعبر عن شعوره، ولسان حالته يقول: نعم أخطأت، وانهار المبنى وعرفت السبب وسأبدأ من جديد، فلا يوجد أي خيار آخر. كتاب بتاع معتز مشعل، فلسطيني. تقدر تتابعه على اليوتيوب وتشوف له الفيديوهات بتاعته. فيديوهات اكثرها موتيفيشنز تحفيزيه وكده. هي الحكايه كلها بدات لما انا كنت بشوف قريت كتاب اسمه صغر عقلك، وبعد كده شفت كلمه فيه بتقولك تاتي السعاده من حل المشكلات، فبدات افهم يعني ايه تاتي السعاده من حل المشكلات. خدت وقت كبير جدا عقبال ما فهمت معنى الجمله دي وادركت فعلا العمق بتاع معنى الجمله دي. بس فهمت بعد كده ان السعاده فعلا بتيجي من ان انت تحل مشكله في حياتك. السعاده عمرها ما هتيجي من ان انت حد يجيب لك حاجه حلوه. لو حد جاب لك حاجه حلوه فعلا هتفرح بيها، بس لفتره صغيره، بس مش هتفرح بيها على طول. لكن السعاده الحقيقيه اللي هتقعد معاك لما تبقى في مشكله مثلا في تليفونك او حاجه معينه عايز تحلها وتحل المشكله دي. ما تتخيلش كم الانجاز والاحساس بالانجاز كده، والدوبامين اللي بيتفرز جواك اللي هتحسه بعد ما السعاده تتفرز. فمن كتاب